انتداب النجم الرياضي الساحلي رسميا على مستوى دولي مش على مستوى محلي، لانه الملفات اللي حكينا عليها عندها 3-4 ايام التالي هي ملفات كلها مربوطه بلاعبين توانسه. توا للاسف الشديد رجعنا للمنطقه الحمراء، المنطقه الخطيره جدا، طبعا منطقه الفيفا اللي هي منطقه اذا ثم منع من الانتداب ومنع حذف نقاط نجموا زاد. قداش فلوس؟ 115,000 دينار تونسي، مبلغ عادي جدا. معناها نحن امبارح فوزي خلصنا المبلغ ال 40,000 دينار وشكرا. تو ما نحبش نعطيو شكون الشخص اللي قام بخلاص المبلغ هذا، والعباد مش بتتفالك تعرف اسمه شكون؟ انيس النصري هو اللي خلص. لا مش نحكي على شكون اللي خلص الفلوس. شكون خلص الفلوس؟ خلص الفلوس هو كريم العكروت. لا ما قلتش كريم العكروت. انا قلت لا هو اللي قام بالعمليه كريم العكروت. شكون غيره؟ فما واحد يحل في المشاكل غير كريم العكروت. نحكي لك على برافو عليه على كل. نحكي على شكون فاهمك انت شكون الشخص اللي المعلومه ما عنديش الشخص اللي مد الفلوس لكريم. معناها انت زدت هذه نحكي لك على شكون عطى الفلوس. خطيك استاذ انت خطيك. لا بالحق بارك الله فيه، لانه الشخص اولا مش غريب عليه الشيء هذا، مش اول مره. ونحن مازلنا غير سكرنا امبارح دوسي يتحل لنا دوسي اخر فيه 115,000 دولار ولا 115,000 دينار تونسيه مبدئيا ان شاء الله ناكدوا المعلومه. الى متى خلينا نقول الكوارث اللي قاعده تصير هذه ثم حاجه منع من الانتداب ما نحبش نقولها كان اختيار